السلام عليكم، يا أهلًا بيكم. النهارده هنتكلم عن إن إحنا إزاي نختار المنصة اللي فعلًا نعمل عليها متجر بتاعنا، زي ما إحنا اتفقنا إن إحنا بنبدأ من البداية عشان خاطر تبقى فاهم كل حاجة، ولكن أنا عايزك تعرف حاجات كده مش عايزك تعرفها متأخر، لإن عايزك فيما بعد لمّا وأنت شغال تعرف تاخد قرارات صح. يعني أنت خلاص عملت المنصة بتاعتك على الحاجة اللي أنا هاقول لك عليها والدنيا تمام، ولكن أنت عندك background أو خلفية عن إزاي الموضوع ممكن تقدر تعمل landing page مثلًا، وإيه أصلًا ضرورياتها ونعملها ليه وعشان إيه والكلام ده كله فيما بعد. ولكن أنا باقول لك حاجات عشان خاطر فعلًا تقدر تاخد قرارات صح وأنت شغال. مش هاقول لك مثلًا اعمل المنصة ويالّا والدنيا تمام رفعنا المنتج وعملنا link وكل ده، هنقول ده كله، ولكن طب لو حصلت معايا مشكلة أو لو أنا عايز أعمل حاجة advanced أكتر أو أنا عايز أعمل مش عارف إيه، في منتج عاجبني وبس أنا مش عايز أحطه في المتجر عندي، بس عايز أعمل له landing page أو صفحة هبوط، بس أعملها إزاي والكلام ده كله، فإحنا هنمشي واحدة واحدة. المنصات كتيرة إن أنت تقدر تعمل عليها موقع أو متجر بتاعك. هنبدأ بحاجة اسمها site 123. 123 تقدر من خلالها بالفعل تعمل المنصة اللي أنت عايزها، ولكن مش هيكون بالسلاسة اللي أنت معتقدها. طبعًا هنا بيقول لك دول العملاء بتوعه. معتمد أكتر إن أنت لمّا تيجي تعمل منصة على site 123 بتعمل المنصة مش كمتجر، مش هيكون بالسلاسة اللي أنت عايزها ولا هيكون بالطرق اللي أنت محتاجها تشتغل بيها. المميزات اللي هو بيدّيها لك هنا إن هو بيدّي لك استضافة مجانية، ده بالفعل. وبيدّي لك domain تشتغل عليه. طيب خلّينا نفهم إيه الاستضافة وإيه الdomain عشان خاطر تبقى أنت فاهم الحكاية، ويعني إيه أصلًا domain واستضافة للي ما يعرفش في الكورس، لإن الكورس ده فيه نوعين من الناس، نوع فاهم حاجات كتيرة ولكن وقف عند حاجات معيّنة وعايز يفهمها، ونوع على أبيض خالص. يا اللي فاهم معلش استحمل معانا شوية، نخلّي اللي غيرنا مش فاهم يفهم اللي بالنسبة لك ألِف ب. طيب هنا استضافة مجانية، المواقع ما بتترفعش على الإنترنت بشكل عادي أو عشوائي، أو أنت بترفع الموقع أو بتعمل موقع مثلًا على WordPress مثلًا، فبترفع المتجر بتاعك عادي. مش من السهل إن أنت تعمل موقع وتقول له يالّا انطلق، هانطلقوا فين؟ دي ما تعرفش. في حاجة اسمها سيرفرات، يعني في ناس يمكن أنت تعرف إن في سيرفرات مثلًا أجهزة كمبيوتر بتشتغل كسيرفر تبقى محمّلة الsite بتاعها ورافعه على الإنترنت، شغال بس كسيرفر. يبقى الاستضافة ما هي مساحة على الإنترنت بناخد أو بنحجز فيها مساحة لينا بشهر معين، كل شهر بندفع تمن الاستضافة دي، عشان خاطر الموقع بتاعنا يظهر لجوجل وبينج وأي search نقدر نسيرش على الموقع بتاعنا نلاقيه. طيب كده إحنا فهمنا الاستضافة. إيه الdomain ده؟ الdomain name ده هو الاسم بتاع موقعك، أنت اسمك إيه؟ يعني أنت كشخص مثلًا اسمك محمد، اسمك علي، اسمك خالد، أنت اسمك إيه؟ مش ماشي بكود مثلًا. المجاني بيقول لك أقدر أدّي لك اسم ليك ولكن هتبقى اسمك محمد خالد عبد الله، جميل. ده المجاني. طب ليه المجاني بيقول لي كده؟ يعني مثلًا أنا عملت الsite بتاعي بيبقى مثلًا اسمي يعني مثلًا هنا لو بصينا لو أنا هاكتب اسمي مثلًا مجاني خاص معاهم بالنطاق، باكتب مثلًا محمد فيقول لي .site123.com. إيه ده؟ ما هو أضاف لك ال الdomain name بتاعهم، ما أنت هتاخد استضافة مجانية وتاخد domain مجاني وعايزه يخصص لك الاتنين؟ لأ طبعًا. فهو قال لك هادّيها لك مجاني. طيب أنا عايزها محمد.com. هنا بقى بندخل على مرحلة تالتة وهنتكلم عنها. طيب نكمّل هنا، يبقى أنا تقدر تعمل domain مجاني وتقدر من برّه تجيب الdomain بتاعك وتقدر تضيفه هنا. هنا عندهم أدوات تحسين محركات البحث، دي تفيدنا جدًا في المنتج بتاعنا. فاكرين المحاضرة اللي فاتت اتكلمت عن إن أنت محتاج حاجة اسمها اللي هو تحسين محركات البحث أو بالإنجليزي اللي هي اسمها بالإنجليزي search engine optimization أو الSEO، أو بالعربي خالص تهيئة محركات البحث علينا. يعني لمّا تيجي تبحث عن حاجة معيّنة هي عندي مقالة مثلًا، مش شرط يكون product أو منتج، مقالة مثلًا بتتكلم مثلًا عن أي حاجة أو عن أي خبر مثلًا أو عن أي فنان أو عن أي عربية لسه نازلة جديدة أو أي مش عارف قطع غيار، أي حاجة. فأنت عندك الحاجة دي. فلمّا تخلّي الباحث أو اللي بيعمل search عايزه يعني يدخل على موقعك أنت، عشان تكون مثلًا في الترتيب الأوائل، ال5 الأوائل، فبتعمل إيه، بنعمل حاجة اسمها SEO. الSEO ده هل ده مصطلح أو حاجة بنعملها كود معيّن بنكتبه؟ لأ طبعًا. هو keywords مختلفة أو مفاتيح مختلفة، بنكتب مقالة معيّنة عن المنتج أو عن الخدمة أو عن موضوع الخبر اللي قدّامنا، بنكتب مقالة كتيرة مثلًا، بنبقى كاتبين مثلًا فيها مثلًا إيه، مفاتيح معيّنة
تخلي جوجل يخلي باله ان احنا على فكره احنا اللي بيعمل سيرش ده، احنا اللي بيبحث عليه. يا ريت تهيأ له او تخلينا احنا في الصداره للناس اللي هي بتبحث عن المقالات دي. وجوجل طبعا لها تبعيات شديده شويه في حته ان انت تكون مؤهل، يعني تكون صادق في حاجات اسمها معدل الارتداد وحاجات كتيره جدا انت مالكش دعوه بيها دلوقتي خالص نهائي. المنصه التانيه اللي شبهها اللي تقدر تعمل عليها منصه، جوجل برضو عامله الموضوع ده زيها زي 1 2 3، ولكن انا بشوف 1 2 3 يعني سلسه اكتر من sites.google.com. يبقى عندنا المنصه دي والمنصه دي زيرو، يعني مش في الخطه بتاعتنا. نيجي لتالت حاجه للمنصه اللي انا بحبها قوي وبعشقها، هي منصه systemi.io. ليها عدة استخدامات مختلفة كتير، هنتكلم على الأداة دي أصلا لأن هي هنحتاجها الفترة الجاية. ولكن هي تقدر من خلالها برضو تعمل سايت ليك، تقدر تعمل موقع احترافي ليك، وتقدر كمان تتحايل فيها إن أنت تقدر تعمل عليها متجر، وبتبقى كويسة جدا جدا. كمان المنصة دي بتدي لك حاجات مجانية خرافية، مش هتكلم عليها دلوقتي، خلينا نتكلم عليها بعدين، لأن هي في الماركتينج قوي جدا، ولكن برضو مش هي أنسب حاجة هنشتغل عليها. هنيجي لرابع منصة، وهي من أقوى المنصات السعودية اللي تقدر تعمل عليها متجر، ولكن ليها سياسة مختلفة. سلة من أقوى فعلا المنصات اللي أنت تقدر تعمل عليها متجر إلكتروني وقوي جدا، سلس جدا، بيشتغل بطريقة دراج أند دروب، وتقدر بشكل مجاني تعمل المتجر بتاعك. وعندهم باقات، لو دخلنا هنا عند الأسعار هنلاقي عندهم باقات مختلفة. يعني مثلا هنا المجاني بيديك إيه و 99 ريال سلة بلس بتديك إيه، وعندك هنا سله برو بتديك ايه. كل الاوبشنز ده. سله بتشتغل ازاي؟ سله بتشتغل عن طريق ان انت لو عندك متجر اوريدي على ارض الواقع شغال وعايز تبيع اونلاين، يعني انت دلوقتي شغال مثلا عايش، خلي بالك افضلها ان انت تكون في السعوديه اصلا، فانت لو انت شغال مثلا في السعوديه وعندك المتجر بتاعك وعايز تبيع اونلاين، فبتعمل ايه؟ بتروح تفتح تنشئ متجر على سله مجاني. موضوع بسيط خالص، تقدر تربط بيه في كل حاجه، بيوفر لك كام حاجه كده مجاني عشان تقدر تحرك نفسك عشان خاطر تكبر وتحتاج للبقاء الاكبر. فسله بيشتغل بالطريقه دي وسلس جدا وسهل جدا في الحته دي، ولكن ما ينفعناش في الدروب شيبنج. انا بعرفك حاجه حاجه عشان خاطر تبقى انت مريت على الحاجات دي وفاهم ايه ده وبيعمل ايه، عشان خاطر لما تيجي تاخد قرار فيما بعد ان انت تكبر تبقى انت فاهم انت عايز تعمل ايه. عشان خاطر انا قلت لك قبل كده في المحاضره اللي فاتت ان احنا بنتعلم شويه حاجات قبل ما ندخل على الحاجات اللي احنا فعلا عايزينها، عشان خاطر فيما بعد نعرف ناخد قرار صح. فيما بعد كبرنا، بدأنا نكبر، شايفين ان احنا ممكن نكبر بشكل اكتر من كده وناخد خطوات افضل من كده، فبناء عليه تقدر تاخد قرارات اقوى من الباك جراوند اللي بقت عندك. تقدر ترجع لكل حاجه، مثلا انا ممكن اعمل واحد وممكن اعمل اتنين وممكن اعمل تلاته. منافس للسله هي منصه زد. منصة زد برضو بتعمل بنفس سلة، بنفس الطريقة، وهي منصة سعودية. بس هنا لو دخلت على البرايسنج أو الأسعار هتلاقي إن عندهم لايت اللي هو المجاني عند سلة ب 99، والبيست سيلر هنا هتلاقيه هنا اللي هو الأكثر استخداما، الباقات الأكثر استخداما 400 ريال. هي مرفوضة من البداية، فخليني أقول لك برضو إن الزد هي منافسة لسلة، ولكن سلة هي اللي ربحانة في الموضوع ده. المنصة الأقوى في العالم شوبيفاي. منصة شوبيفاي من أقوى المنصات اللي أنت تقدر فعلا تعمل عليها جارة إلكترونية دروب شيبنج أو أفيليت. هو مخصص لكده، هو عامل ده لكده. منصة شوبيفاي بيشتغل عليها أفضل الدروب شيبر بشكل قوي جدا. كل الدروب شيبر بيشتغلوا عليها، اللي بيشتغلوا أمريكا وأوروبا عموما، وكمان بيشتغلوا في مصر. ولكن معظم اللي بيشتغلوا في مصر هنا بياخدوها بسياسة سلة، بيقدروا يجيبوا منتجات ويرفعوه على شوبيفاي، لان شوبيفاي قوي جدا يا جماعه، قوي بشكل غير طبيعي. هو مدفوع، ولكن تقدر تجيب كود، بدل ما بتدفع كذا دولار في الشهر، لا اخليك في الثلاث شهور تدفع في الشهر الواحد دولار واحد، اول 3 شهور بس يعني. فشوبيفاي سهل جدا، وليه ابلكيشن برضه وسهل جدا، وتقدر تسعر وتعمل، وبيشتغل في حاجه وبيشتغل. فاكرين لما انا اتكلمت على علي اكسبريس ان انت تقدر تربط علي اكسبريس باي منصه باداه اسمها علي دروب شوبينج؟ شوبيفاي عنده اكستنشن او اضافه تقدر تربط بيها من علي اكسبريس، والاضافه دي عندهم هم بس، والاضافه دي عندهم اسمها ديسر. ديسر دي اضافه تقدر من خلالها تعمل لينك ما بين علي اكسبريس وما بين شوبيفاي وتنزل المنتجات بتاعتك. طبعا في اضافات تانية مختلفه، ولكن ديسر من اقوى الاضافات في شوبيفاي، ومجانيه. عندهم باقه مجانيه وعندهم باقه مدفوعه، ولكن المجانيه يعني تفيد جدا يعني.
فبرضه إحنا مش هنشتغل على Shopify، ولكن أنا باخلّي عندك زي ما قُلت إدراك بالموضوع، لمّا تيجي تكبّر وتشتغل حوالين العالم أكتر وتشتغل عن طريق AliExpress، تبقى قادر تشتغل وتختار المنصة الصحيحة إن أنت تعمل عليها للbrand الجديد بتاعك، تقدر تعمل عليها متجرك الإلكتروني. طبعًا دي منصة برضه زيّها زي سلة وزي زد، تقدر من خلالها تعمل المنصة بتاعتك، ولكن برضه عندهم خطط مدفوعة، ما عندهمش خطط مجانية. لو بصيت هنا هتلاقي إن عندهم بيبدأ مثلًا من 6000 جنيه و12.000 جنيه و45.000 جنيه، والأعمال بيبقى ليهم باقات مختلفة خالص، فهي مستبعدة من الطريق بتاعنا. تعالَ نتكلم عن منصات بقى اللي هي إحنا هنشتغل عليها already. نيجي بقى للمنصة اللي إحنا هنشتغل عليها، وهي من أقوى المنصات العربية اللي حرفيًا أنا استغربت إن عندنا منصة عربية وكمان أصحابها مصريين. حرفيًا أنا استغربت المنصة دي إنها موجودة. المنصة دي من أقوى المنصات الموجودة في مصر وفي الوطن العربي. شوبيكس على فكرة ما بتنافسش أي منصة من المنصات اللي فاتت زي سلة وزد وأي حاجة، لأ هي بتنافس شوبيفاي. فأنا مبسوط جدًا بالتنافس ده، لإنه فعلًا عنده إضافات وأدوات ودعم فني وكل حاجة. وتواصلت مع المدير التنفيذي للمنصة، ناس professional وبتقدر تتعامل معاك بكل سهولة إنها أي مشكلة تصلحها لك. أنا مبسوط بالمنصة دي إنها موجودة عندنا في وطننا العربي وكمان مصرية. هنا بقى تقدر تختار القالب اللي أنت عايز تعمله، وكل ده تقدر تشوفه معاينة الأول. يعني تقدر تعمل المتجر اللي أنت عايزه على شوبيكس، تغيّر الصور، تضبّط مش عارف إيه، تضبط الدفعات. من مميزات شوبيكس إن هو موفّر لينا أداة مجانية نقدر نربط بيها على علي إكسبريس أو على تاجر. عنده أداتين مجانية، أداة خاصة بعلي إكسبريس وعنده أداة خاصة بتاجر، يعني أداة تقدر تربط بيها تاجر. يعني أوتوماتيك الموضوع الbusiness بتاعك قائم وأنت باشا كده الأوردرات شغّالة. بالطريقة اللي إحنا هنعمل بيها الmarketing بتاعتنا. فشوبيكس من أفضل المنصات اللي إحنا هنشتغل عليها بإذن الله، تكون المناسبة للشغل اللي إحنا هنشتغل عليه. زي مثلًا منصة easy order، يعني لو جينا هنا هنلاقي دي صفحات هبوط، بمعنى خلّينا نفتح صفحة هبوط واحدة زي ما أنت شايف كده بالضبط، هي صفحة واحدة. هنا بقى لو بصيت هتلاقيه بيتكلم على المنتج الواحد. هنا بقى المنتج ده بيتكلم عن تفاصيله. خلّينا نشوف بشكل الموبايل مثلًا، لو إحنا هنعمل إيه، لو بصينا هنا ده المقاس بتاع التليفون. فده من أكتر الحاجات المهمة جدًا على فكرة، إن أنت تبقى مركّز جدًا في الموبايل شكله عامل إزاي، لإن أنت تقريبًا 97% هتبيع للناس اللي بتتعامل من التليفون مش بتتعامل من الكمبيوتر أو اللابتوب. فهنا لو بصينا هنا بنشوف ترتيب المنتج بتاعك مع رحلة العميل اللي داخل عشان يشتري. هنا بتبقى حاطط له حاجة اسمها CTA أو call to action، اللي هو إيه بتحفّزه إنه يشتري. وبتيجي هنا بتلاقي التقييمات، بتبقى حاطط أي تقييمات تقدر تضيف التقييمات اللي أنت عايزها، الشكل والصور والscreen والكلام ده كله هنتكلم عنه. هنا بقى بتحط الخاصية، مثلًا العميل بيحط الخاصية اللي هو عايزها، عايز يدفع عند الاستلام أو عايز يدفع عن طريق الفيَّز دي أو عن طريق الفيَّز دي، هي الفيَّز برضه، ولكن يعني قدّامه إن هو يقدر يدفع عن طريق فودافون كاش أو اتصالات كاش أو أورنج كاش. أنا ضايف اللينكات بالأسفل المحاضرة، ولو مش هتعرف تسجل دلوقتي أو عايز تستناني المحاضرة الجاية استناني ما فيش مشكلة، هنسجل مع بعض ونبني بقى المتاجر بتاعتنا، وبعد كده ندخل على مرحلة إن إحنا نختار المنتج، وبعد كده ندخل على مرحلة الmarketing، والموضوع هيبقى سلس وبسيط جدًا إن شاء الله. أتمنى تكون المحاضرة دي أفادتكم جدًا. السلام عليكم.